صباح الخير. لما ندخل على اي موقع ونلاقيهم منزلين صور زي صور الاكلات دي ويقول لك ده اكل دايت، والناس طبعا اللي هي ما عندهاش خبره او ما تعرفش هتبقى نفسها تاكل يا حرام، انا عايزه اكل وعايزه اشبع وفي نفس الوقت مش عايزه احرم نفسي وفي نفس الوقت عايزه اخس. طيب هو جميل جدا ان احنا ممكن نشوف اطباق زي اللي قدامنا دي اللي كانت موجوده في البوست اللي انا شفته، وطبيعي جدا اقول لك يا سلام هو ده الدايت ولا بلاش، والناس دي بتفكر كويس. هو علميا لو انا اكلت الاكل ده الطبق اللي زي اللي قدامي ده مثلا وما اكلتش مع اي حاجه لا سناك بتاعه، خدت فطاري وغدايا وعشايا وسناك حاجه بسيطه والامور مشيت ومن ضمن سعراتي والحياه زي الفل والدنيا هتمشي وهتبقى ما فيش مشاكل. بس في حاجه احنا ما حطيناهاش في الاعتبار لما شفنا الاكلات دي. اخبار الهرمونات ايه؟ هرمونات جسمنا. لو انا النهارده عندي مقاومه انسولين، او انا لو النهارده عندي سكر نوع تاني، انا الهرمونات اصلا عندي بايظه. انا اكل زي ده لو انا عندي مثلا مقاومه انسولين ولا سكر نوع تاني، انا الاكل ده يجوعني مش يشبعني تماما. النهارده لو اكلت طبق زي اللي قدامي ده، فاصوليا مع رز مع خضار، نشويات مركبه مع نشويات بسيطه مع بروتين قليل جدا نسبيا، انا الاكل ده هاكله بعدين. طيب فين الحلو؟ طب فين الحادق؟ طب اقعد بقى ايه الف، اكل واحلي اكل واحلي، ما انا ما بشبعش اصلا. فالقصه يا جماعه لازم تاخدوا بالكم ان احنا ليه لما بنقول لو كارب دايت، ليه بنتكلم ايه ده انتوا عاملين نفسكم ازاي بتاكلوا من غير لا عيش ولا رز ولا مكرونه وبتشبعوا؟ الفكره ان احنا لو كلنا عيش ولا رز ولا مكرونه، دي الحاجات اللي فعلا هتجوعنا. احنا ما بنجوعش عشان احنا شايلين النشويات البسيطه دي، احنا بنكتر من البروتين اللي هم شايلين جلد وشايلين الدهون من الاكل، وفاكرين ان الدهون هي المشكله وهي الحاجه اللي هي بتعمل لنا المشاكل كلها. لا، هي الدهون الطبيعيه، الدهون اللي هي مستخرجه من السمنه الطبيعي وزيت الزيتون، الحاجات دي مش مضره، الحاجات دي مفيده وجسمنا محتاجها. لكن لما انا اشيلها اصلا الخضار لو من غير ماده دهنيه حواليه، مش هيمتص الفيتامينات اللي فيه، مش هتمتص بجسمنا. فما ينفعش ان انا اشيلها، ما ينفعش ان انا اتجنب الدهون تماما واعتمد على وجبه زي دي مليانه رز مليانه نشويات بسيطه ومليانه مش عارف ايه بقى. انا لو كلت طبق زي ده ما اشوفه مكرونه بشاميل وجنبه سلطه، انا هاكل الطبق ده وهدور بقى على الاكل فين. الاكل ده فاتح شهيه بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد عنده مقاومه انسولين او سكر نوع تاني. فلازم ناخد بالنا كويس قوي. انا قبل ما اعمل اي دايت انا لازم اعرف انا جسمي فين، انا لازم اعرف انا صحتي عامله ازاي، لان مش كل دايت يناسبني. الدايت ده لو واحد اقل من سن ال 30 او في اقصى حاجه 35 ما عندوش سكر نوع تاني، ما عندوش مقاومه انسولين، احتمال الدايت ده يبقى زي الفل بالنسبه له. لكن لو واحد عنده كرش، عنده مقاومه انسولين، عنده اي مشاكل من المشاكل فيها لخبطه هرمونات، الاكل ده ما ينفعش معاه تماما. لطيف وظريف وسعراته قليله، بس احنا موضوعنا مش موضوع سعرات، احنا بنعالج الهرمونات اللي باظت عندنا في جسمنا مش السعرات. فلازم ناخد بالنا من القصه دي.